النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت فوجدت دابة بيضاء أكبر من البغل وأصغر من الحصان، فركبت ومعي جبريل. دي كانت بداية رحلة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد عام الحزن بوفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعقبه وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فأصبح العام ده شديد الحزن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى حب يراضي قلبه، فوهبوا رحلة الإسراء والمعراج كنوع من تخفيف الحزن عن النبي صلى الله عليه وسلم شوية. في بداية رحلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم، ففوجئ بجبريل عليه السلام بيصحيه، وراح شق صدره وخرج قلبه وجاب طبق من الذهب وغسل قلبه بالإيمان، وبعدها جاب طبق مليان بالحكمة وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة. وبكده جبريل عليه السلام غسل قلب النبي بالإيمان وبالحكمة. وبعدها خرجوا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وركبوا الدابة البيضاء اللي هي أكبر من البغل وأصغر من الحصان، وراحوا للمسجد الأقصى. ولما دخلوا المسجد الأقصى لقوه مليان نور، ولما دخل المسجد لقى ناس كتير، فسأل جبريل عليه السلام قال له: يا جبريل، من القوم؟ فجبريل عليه السلام رد وقال: هؤلاء أنبياء الله ورسله من آدم إلى عيسى، واصطفوا الأنبياء على جانبي المسجد الأقصى. فجبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تقدم يا محمد. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بيهم الصلاة الإبراهيمية، وكانت ركعتين. دي كانت رحلة الإسراء. أما رحلة المعراج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ركبت على ظهر جبريل وصعدنا إلى أن وصلنا إلى خزنة السماء، فاستأذن جبريل خزنة السماء، فقالوا: من؟ قال: جبريل. فقالوا: ومن معك؟ قال: خاتم الرسل. قالوا: أبعث؟ قال: أيوة ربي. فقالوا: مرحبا بخاتم النبيين، وفتحوا له أبواب السماء. وفي السماء الأولى التقى النبي صلى الله عليه وسلم بآدم عليه السلام، فقال آدم عليه السلام للنبي: أهلا بالابن الصالح. وفي السماء الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقيت بابني الخالة يحيى وعيسى. وفي السماء الثالثة التقى بيوسف عليه السلام. وفي السماء الرابعة التقى بإدريس عليه السلام. وفي السماء الخامسة التقى بهارون عليه السلام. وفي السماء السادسة التقى بموسى عليه السلام. أما في السماء السبعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: التقيت بإنسان أكثر شبها مني، ولقى إبراهيم عليه السلام متكئ على البيت المعمور، فقال له: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، يا محمد اقرأ أمتك مني السلام، يعني بلغهم سلامي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو سقط البيت المعمور لسقط فوق الكعبة، يعني هتلاقيه فوق الكعبة، وإن كل يوم بيطوف حول البيت المعمور 70,000 ملك ومش بيتجددوا تاني. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام للسماء السبعة عند سدرة المنتهى، فجبريل عليه السلام قال له: تقدم يا محمد. فقال له: أو يترك الخليل خليله، يعني الصاحب هيسيب صاحبه؟ فقال له: لو تقدمت لاحترقت. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ولقى عرش الرحمن، فقال: التحيات لله والصلاة والطيبات. فرد عليه رب العزة وقال له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الملائكة فرحت وهللت وقالت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب العزة قال لسيدنا محمد: تقدم يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع حذائه، فرب العزة بيقول له: لما خلعت حذائك؟ فقال له: أخشى أن يقال لي كما قيل لأخي موسى: اخلع عليك فإنك بالوادي المقدس طوى. فرب العزة رد وقال له: إذا كان عيسى الحبيب فأنت المحبوب، وإذا كان عيسى الطالب فأنت المطلوب. رب العزة فرض على محمد في الوقت ده 50 فرض. ولما نزل للسماء السبعة فإبراهيم عليه السلام سأله، قال له: ماذا تعلمت؟ قال له: رب العزة فرض علينا 50 صلاة. فقال له: ارجع وأطلب التخفيف. فرجع لرب العزة وخفف الفروض. ونزل للسماء الستة فالتقى بموسى عليه السلام وقال له: ماذا تعلمت؟ قال له: 50 فرض. فقال له: ارجع واطلب من ربك التخفيف، فوالله إن بني إسرائيل طلب منهم تلك الفروض ولم يفعلوها.
فرجع وطلب من رب العزة انه يخفف الفروض لحد ما وصلت ل5 فروض اللي احنا بنصليهم دلوقتي. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام للمسجد الأقصى تاني، ولكن في رحلة الرجوع ركبوا البراق. ولما النبي صلى الله عليه وسلم رجع لمكة قال: صعدت إلى السماء ورجعت إلى بيتي فوالله وجدت فراشي دافئ. ده معناه ان رحلة الإسراء والمعراج ما أخدتش وقت طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم قابل أبو جهل وقال له: إني ذهبت إلى المسجد الأقصى امبارحة ورجعت في نفس الليلة. فأبو جهل كذبه وجمع الناس وقال لهم: اسمعوا لمحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد نفس الكلام وقال لهم إنه راح للمسجد الأقصى امبارح ورجع في نفس الليلة. فسمعهم راجل وجري على أبو بكر وقال له: صاحبك بيكذب. فراح أبو بكر علشان يعرف إيه القصة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أسرى بك إلى المسجد الأقصى؟ فالنبي رد وقال له: نعم. فأبو بكر رد عليهم وقال لهم: صدق. فأبو بكر سأله تاني وقال له: أعرج بك إلى السماء وقابلت ربك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رد وقال له: نعم. فأبو بكر قال لهم: صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لصديق. ومع ذلك هم برضو مكذبينه، فقالوا له: هات لنا أمارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يمر عليكم قوم ضلت ناقتهم وشربت ماءهم، إني دليتهم على ناقتهم وشربت مائهم. سألوه: ومتى سيصلون؟ قال لهم: من 3 ل4 أيام. وفعلا بعد 4 أيام وصلوا الرحالة. فأهل قريش سألوهم: هل ضلت ناقتكم؟ قالوا له: نعم. فسألوهم: من دلكم عليها؟ فقالوا لهم: رجلان يركبا دابة أكبر من البغل وأصغر من الحصان. رحلة الإسراء والمعراج كانت حقيقية مش من وحي الخيال. وأوصيكم ونفسي بالدعوات في الليلة الجميلة دي.